أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. تابعين الكرة مع كرام أبو إدريس. خرج المنتخب المصري فضيحي كروي من 98. أول مرة منتخب مصر ما فيش ولا مباراة في كأس أفريقيا، وده لأني العيب مش في اللاعبين، العيب في الجماعة الحرامية اللي بيدوروا الاتحاد، والجماعة اللي ماسكين المنتخب زي أيمن عبد العزيز وحازم إمام. عندهم عقدة من النادي الأهلي ومن لعبة النادي الأهلي. تاخد ياسر إبراهيم ليه معاك؟ شاركتوش على المباراة. واخد كهربا امبارح ما نزلتش ليه كهربا. مصمم بس على الثلاث أربع لعيبة بتوع الزمالك. الواحد دمه محروق. طبعا الاتحاد مش هيمشي. الكل عمال يقول الاتحاد يستقيل الاتحاد يستقيل. الاتحاد مش هيمشي، دي حاجة أكيدة يعني 100%. كله قاعد زي ما هو، لأن دول جماعة حرامية، وعمر الحرامي ما حسب حرامي يعني عامة يعني. عمرك شفت حرامي حسب حرامي؟ الحرامي قاعد، فهم قاعدين. ما فيش حرامي بيمشي حرامي. ممكن نقول له روح اسرق في منطقة تاني غير منطقتي، لكن خليك زي ما انت حرام يعني. ما تسرقش في المنطقة اللي انا فيها، روح اسرق في منطقة تانية. دي شغلانة الحرامية. الاتحاد المصري كله حرامية ومزورين العقود. مفيش لعب كرة في المنتخب، مفيش هجمة منظمة. نزل مرموش بيلعب لنفسه، بيلعب فردي يعني. هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرح مصر في الوقت الحالي، مفيش غير النادي الأهلي. لما الناس تتكلم عن النادي الاهلي تقول لك هو اللي بيشرف مصر وكده. يا عم يا عم، طب هات لي نادي غير النادي الاهلي بيشرف مصر. المفروض يا ايمن عبد العزيز ويا حازم امام، دي اسمه منتخب مصر، مش اسمه الاهلي او الزمالك. اللعيبه اللي انت واخدها كلها لازم تستفاد منه وتشاركها، حس استفاد. لعيب حسيته مش مأدي في الملعب اسحبه وطلع ورا، مش عيب، لكنك تصمم على الغلط يعني. نزلت لي احمد حمدي، نزلت لي عمر كمال عبد الواحد، عمر كمال من اول الشوط الثاني، عشان هو وقع على النادي الاهلي يبقى خلاص، ما يخليه على الدكه، مركون على الدكه، ما يشمش المنتخب. طول ما ايمن عبد العزيز اللي انسحب من قدام النادي الاهلي في سنه 98 موجود، لا لعيبه الاهلي ما تنزلش. اللي كانوا لاعبين دول هو كان مجبر انه يلاعبهم، كان مجبر على محمد عبد المنعم، على محمد هاني، وكان مجبر يلاعبهم. على مروان عطيه كان مجبر يلاعبه يعني. حسب الله ونعم الوكيل فيهم طبعا جميعا بلا استثناء. واللي حيشيل الليله كلها المدرب يعني. عندك كروش كانوا جايبينه ب 180 ألف دولار، وراح في إيران أخذ 50 ألف دولار. لما كلموه قال أنا كنت باخد 50 والباقي كانوا ياخدوه الحرامية اللي هناك. الله المستعان. الواحد صار يعني اتخنق من المنتخب ومن الاتحاد ومن الوزير ومن شلة الحرامية اللي عم بتدير. كمية فساد في مصر مهولي. مفيش حد بيصلح، مفيش حد بيصلح الغلط. بيصلحوا الغلط بغلط أوسخ منه أو ألعن منه يعني. زي يعني انت عندك لعيبه يعني انت واخد كميه لاعبين من سنين ما جاتش اللعيبه دي في المنتخب. احسن لعيب اخدت صلاح، كنت ملاعب صلاح في مكان غير مكانه، ما استفدتش منه، ما استفدتش من صلاح. وبالتالي صلاح ما فيهوش اصابه ولا حاجه، وساب لك المنتخب ومشي. صلاح ما عندوش اصابه، ده هو طلع لان مرموش ما بصهوش واتخنق وطلع. صلاح ما عندوش اي اصابه.
الإصابة يوم أصاب محمد الشناوي على طول تشخيص، قال لك خلع في الكتف، حيغيب من 3 شهور ل 4 شهور. يعني ايش خلفية قتله؟ ما عندوش أي حاجة، يوم أو 2 أو 3 أيام بالكثير وكان يقدر ينزل الملعب. لكن هي كلها تمثيلية. الله المستعان. المفروض صلاح يعتزل لعب دوليا، والخرم أحمد حجازي المفروض يعتزل دوليا، ما يلعبش تاني مع المنتخب. يعني الله المستعان. المفروض المنتخب ما يمسكوش غير حسام حسن، حسام حسن وابراهيم حسن. البطولات اللي خدناها كلها، الجوهري الله يرحمه مدرب وطني، حسن شحاتي مدرب وطني. يعني ادي 4 بطولات من اصل 7 واخدينهم مدربين وطنيين. فمسك المدرب، مسك حسام حسن. انت ايه مشكلتك مع حسام حسن اتحاد الكوره؟ ولا خايف يفضحكم، ولا مش خايف، ولا خايف لما تعرفش تسرق من وراه؟ هتتفق على 50 هتدي له 50، هيطلع يقول انا واخد 50، مش هيقدر تسرق من وراه. فعشان كده انت مش راضي تجيب حسام حسن ولا ابراهيم حسن. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميعا. ضيعتوا مصر وضيعتوا الكرة المصرية وخربتوا كل حاجة حلوة في مصر. الله المستعان. مش تعمل متابعة القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.